شاشة الموبايل هي أهم حاجة بالنسبة لأي مستخدم، لأنه شاشة من الآخر هي الشياكة والأناقة. يا بروف ما تخليش دماغك تسرح بعيد وركز معايا في الحلقة أرجوك، لأن كل الكلام اللي فوق ده ما بيحصلش. عارف ليه؟ علشان أكتر حاجة ما بتاخدش بالك منها لما تشتري موبايل جديد هي الشاشه. جربت كده مره تتصور صوره حلوه بموبايل واحد صاحبك، ولما تشوفها عنده في الشاشه هتلاقي الصوره واضحه وتحس انك قمر 14، لكن لما يبعتها لك على موبايلك وتشوفها عندك تحس انك بقيت مفتاح 14. لكن للاسف يا صديقي الذنب كله على الشاشه. الشركات حرفيا بتلعب لعبه قذره مع المستخدمين في المعادله بين الشاشه وبين امكانيات الموبايل. يعني ممكن الشركات تديلك موبايل بامكانيات قويه جدا والشاشه اي كلام، وممكن تديلك موبايل بامكانيات ضعيفه بس الشاشه ممتازه. وسواء كده او كده انت ما استفدتش حاجه من الشاشه. علشان كده عملت لك الحلقه دي من سلسله حلقات خبير موبايلات، علشان نظبط كفه الميزان واعرفك ازاي تختار الشاشه اللي تناسب موبايلك وتحقق المعادله الصعبه ما بين جوده الشاشه وامكانيات الموبايل. انا احمد حسين وده البروفيسور اكس. ممكن تتابعنا على الفيسبوك او تشترك معانا على اليوتيوب، وما تنساش تشوف بقيه حلقات سلسله خبير موبايلات اتكلمنا فيها عن المعالج والكاميرا والرامات والذاكره الداخليه وبيتزا هات ودوناتس وبيج ماك وكل اللي نفسك فيه، علشان ما تبقاش مجرد مستخدم للموبايل وفاهم الاختراع اللي في ايدك شغال ازاي. يلا بينا يا بروف، الدوناتس قلبي. شاشات الموبايل عامة بتنقسم لنوعين اساسيين هم اللي موجودين في السوق دلوقتي، الشاشات الاي بي اس او الام بلين سويتشنج، والشاشات الاوليد او الاورجانيك لايت ايميتنج دايود. وعلشان تعرف الفرق بين الاثنين خليني احكي لك حدوته صغيرة. اي شاشه علشان تطلع لك الصوره اللي بتشوفها بعينيك فهي بتحتاج لحاجتين، مصدر للضوء ومصدر للالوان. مصدر الالوان هو اللي بيخلي الصوره ملونه على الشاشه وبسببه بتشوف الصور والفيديوهات ملونه. اما مصدر الضوء فهو اللي بيخلي الالوان تبقى مضيئه، وشده الضوء هي اللي هتحدد درجه تشبع اللون، هل اللون متشبع او خفيف او باهت او حتى اسود، وده في حاله انقطاع الضوء. ونفس الشاشتين الاي بي اس والاوليد شغالين بنفس الفكره بس بطرق مختلفه، والطريقه اللي بتشتغل بيها كل شاشه هي اللي بتخلي فيه مميزات وعيوب لكل شاشه عن النوع الثاني. وقبل ما اكلمك يا صديقي البروف على انواع شاشات الموبايل بالتفصيل، خليني الاول افهمك شويه مفاهيم ومصطلحات في الشاشه. اي شاشه في العالم سواء شاشه موبايل او كمبيوتر او حتى شاشه تلفزيون كلها بتتكون من عنصر اساسي اسمه البكسل. البكسل ده عباره عن مربعات صغيره متركبه جنب بعضها علشان تكون لك في الاخر الصوره النهائيه اللي انت بتشوفها على الشاشه. يعني الشاشه عندك تقدر تتخيلها كانها شبكه كبيره من البكسلات الصغيره جدا، وعلشان تشوف البكسل ده تعالى اوريهولك على شاشه كبيره. ممكن تشوف البكسلات على شاشه كبيره عن طريق انك بتفتح الكاميرا بتاعتك وبعدين تختار وضع المايكرو وبعدين تقرب واحده واحده من الشاشه لغايه لما تشوف البكسلات المربعه الملونه جوه. كل بكسل من البكسلات دي بينور 3 الوان RGB، ريد وجرين وبلو. دي الثلاث الوان الرئيسيه اللي لما بتخلطها مع بعض بدرجات معينه بتطلع معاك اي لون من درجاته. حتى الابيض يا بروف، حتى الابيض يا صديقي بيطلع لما تخلطهم كلهم مع بعض باعلى درجه تشبع. طب واللون الاسود؟ لا اسيبها لك انت دي تحلها هوم ورك. الاسود يا صديقي يعني ظلام، يعني مفيش ولا احمر ولا اخضر ولا ازرق. وقتها البكسل بتبقى مطفيه تماما وبيظهر مكانها كانها لون اسود. البكسلات دي جنب بعضها بدرجات الوانها هي اللي بتكون لك الصوره اللي بتشوفها على الشاشه، ولما تبعد عن البكسلات بيديلك احساس ان الصوره كامله لكنها في الاول وفي الاخر مربعات صغيره. وده يودينا لمصطلح اسمه البي بي اي او البكسل بير انش، ودي اول حاجه تخلي بالك منها. ده طبعا لو انت عايز شاشه تفاصيلها واضحه بدقه عاليه. ما بقول لك ايه، براحه عليا بروف، فهمني واحده واحده. يلا بينا. لو افترضنا ان دي الشاشه المربع ده مساحته انش مربع، يعني انش في انش، والبي بي اي هو عدد البكسلات اللي واقعه جوه مساحه الانش المربع ده من الشاشه. كل ما كانت البكسلات اكتر كل ما كانت الصوره واضحه وتفاصيلها اكتر، وكل ما قلت البكسلات كل ما قلت جوده الصوره، وبنقول عليها الصوره مبكسله. من الاخر بكسلات اكتر، تفاصيل اكتر، صوره اوضح. طيب اعرف من فين البي بي اي يا بروف؟ هتروح على موقع gsmarena.com، تكتب اسم موبايلك في البحث فوق، تنزل عند ديسبلاي هتلاقي عدد البكسلات لكل انش. عموما بالنسبه للموبايلات ف 390 بي بي اي فيما فوق هتبقى الصوره معاك كويسه وواضحه التفاصيل. وبالمناسبه يعني خليني اقول لك على طريقه تعرف بيها مقاس اي شاشه المسطره. مثلا دي شاشه تلفزيون، لو قسنا المسافه بالانش بين اي زاويتين متقابلتين هيطلع لك مقاس الشاشه بالانش اللي هي هنا 32 بوصه او 32 انش. دي شاشه موبايل نفس النظام، هتقيس من هناك لغايه هنا يطلع معاك حجم الشاشه تقريبا 6.5 بوصه. انا عايزك بقى تاخد المسطره وتلف عندك كده في البيت واي حاجه تقابلك تقيسها، انا عايزك ما تتكسفش، وريهم انك بروف. واخيرا يا صديقي بعد ما فهمت يعني ايه البكسل تعال بينا نكمل الحدوته. الشاشه الاي بي اس بتتكون من 3 حاجات رئيسيه: مصدر الضوء الخلفي او الباك لايت، لوحه الكريستالات الاستقطابيه او LCD بولارايزر بانل، وشبكه البكسلات الملونه او الكالر فيلتر. ما تقلقش يا صديقي، هفهمك كل حاجه
بكل بساطه. مصدر الضوء الخلفي او الباك لايت هو اللي بيطلع الضوء الابيض، ولو سقط الضوء الابيض على شبكه البكسلات الملونه فبكده كل بكسل هيضاء جواه الثلاث الوان، الازرق والاخضر والاحمر باقصى درجه تشبع. ناتج الثلاث الوان دي مع بعضها باقصى درجه تشبع ينتج عندك اللون الابيض. علشان كده احنا محتاجين حاجه في النص علشان تتحكم في شده الضوء على كل بكسل، بالتالي تطلع لنا الوان مختلفه. لو ضفنا في النص ما بينهم لوحه الكريستالات الاستقطابيه او البولارايزر، ودي عباره عن كريستالات بتغير في قطبيه الضوء، واللي تقدر تعتبرها كانها بوابات بتقفل على الضوء وتغير في شدته لكل بكسل، وبالتالي لما اغير في شده الضوء الواقع على البكسل يبقى اقدر اغير في درجه تشبع الالوان طلع درجات كتير ومختلفة جدا من الألوان. ولما تتجمع البكسلات دي كلها مع بعضها على الشاشة يطلع معاك الصورة النهائية الملونة على الشاشة. ده كله كان في حوار الشاشة الاي بي اس. انا عارف انه كان حوار طويل بس لذيذ في نفس الوقت. تعال نشوف الألذ منه مع شاشات الاوليد. شاشات الاوليد بسيطة خالص، مفيش فيها مصدر الضوء الخلفي ولا لوحة الكريستالات. امال بتنور ازاي يا بروف؟ شبكة البكسلات هنا تركيبها مختلف، بتتركب فيها كل بكسل من مادة عضوية لما يمر فيها تيار كهربي تنور، وبتعطي الالوان الثلاثة، الاحمر والازرق والاخضر، يعني الوان في اضاءه في نفس الوقت، ومش محتاجه مصدر اضاءه خارجي زي الشاشات الاي بي اس، ولا حتى محتاجه شبكه الكريستالات اللي تتحكم في شده الضوء. وده اللي بيخلي الشاشات الاوليد انحف في سمكها من الشاشات الاي بي اس اللي بتتكون من طبقات اكتر من الشاشه الاوليد. كمان الشاشات الاوليد بتوفر معاك جدا في البطاريه وبتقلل جدا من استهلاك الطاقه، ده لانها بتستهلك طاقه اقل بكتير من الشاشات الاي بي اس علشان مفيش فيها الباك لايت اللي بيستهلك طاقه عمال على بطال. لكن عدم وجود الباك لايت او الضوء الخلفي في الشاشات الاوليد بيمثل عيب برضه، لانه في الاضاءه القويه زي الشمس بتبقى اضاءه الشاشه الاوليد ضعيفه مقارنه بالشاشه الاي بي اس اللي فيها مصدر اضاءه خلفي بيعطي للشاشه اضاءه قويه. تكلفه تصنيع الشاشه الاوليد اغلى بكتير من الشاشه الاي بي اس، علشان كده لو موبايلك بشاشه اوليد واتكسرت منك تعرف انك هتدفع نص ثمن الموبايل علشان تصلح الشاشه بس. وعلى الرغم من ان شاشات الاوليد غاليه الا انها ضعيفه رقيقه كده ما بتتحملش، ومع اي شويه رطوبه ممكن البكسلات تفصل تماما او لونها يبقى تدريجيا. وده بيوصلنا لنقطه انه شاشات الاوليد عمرها اقصر بكتير من الشاشات الاي بي اس، وبيلاحظ في الشاشات الاوليد انها بعد فتره من استخدامها بيبدا اللون الازرق فيها يضعف، وبالتالي بيطغى عليه اللونين الاخضر والاحمر، فهتلاحظ مع الوقت انه الوان الشاشه بقت مخضره كده وغريبه. لكن الشاشات الاي بي اس بتحافظ على قوه الوانها لفتره كبيره مقارنه بالشاشات الاوليد. نيجي بقى للنقطه المهمه اللي بتفرق فيها الشاشات الاوليد عن الشاشات الاي بي اس، وهي اللون الاسود. اللون الاسود في الشاشات الاوليد بيبقى اسود حقيقي، لان البكسلات الموجوده في الشاشه اللي بتمثل اللون الاسود بتبقى مطفيه تماما فبيظهر اسود قاتم. اما في شاشات الاي بي اس فبيبقى الاسود مايل للرمادي شويه، تحسه اسود كده منور، لانه على الرغم من ان البكسلات مطفيه في شاشات الاي بي اس الا انه مصدر الضوء الخلفي الموجود في الشاشه الاي بي اس لسه منور زي ما هو. ما انا قلت لك في شاشات الاي بي اس بيبقى مصدر الضوء الخلفي شغال عمال على بطال، فبيبقى فيه نسبه ضوء ضعيفه تحت البكسلات المطفيه، فبدل ما بتظهر اسود قاتم بيظهر فيها لون رمادي كانه شبح. شوف معايا اللقطات دي وهتفهم الفرق كويس في نقطه اللون الاسود، وهتلاحظ انه بسبب اللون الاسود القاتم في الشاشه الاوليد فدرجه التباين او الكونتراست ريشيو بتبقى قويه جدا، وده هيدي لك صوره رائعه وخلابه في الشاشات الاوليد مقارنه بالشاشه الاي بي اس. والنقطه الاخيره في المقارنه ما بينهم انه شاشات الاوليد بتدعم معدلات تحديث اكبر بكتير من الشاشات الاي بي اس، وده اللي يقودنا نقطه معدل تحديث الشاشه او الريفريش ريت. اكيد بقيت بتسمع كتير الايام دي عن موبايلات بشاشه 90 هرتز و120 هرتز وكمان 165 هرتز واكتر من كده كمان. ايه بقى حوار الهراتز دي كلها؟ ال 90 هرتز وغيرها ده معدل تحديث الشاشه او الريفريش ريت، وده معناه الشاشه بترسم لك الصوره كام مره في الثانيه. طول ما انت فاتح الموبايل الشاشه بتعرض اللقطه اللي عينك شايفاها بعدد مرات سريع جدا ورا بعضه في الثانيه الواحده، سواء انت بتتفرج على فيديو او بتلعب لعبه او حتى تتفرج على صوره ثابته. العدد ده بيبدا في اغلب الموبايلات من 60 مره في الثانيه او 60 هرتز، وكل ما زادت عدد المرات اللي تعرضها الشاشه في الثانيه الواحده كل ما كانت الحركه في الفيديو وفي الالعاب ناعمه جدا ومريحه للعين، وكانه من سرعه تردد الشاشه فعينيك ما بتقدرش تلاحظ الفرق ما بين كل لقطه والتانيه، فبتظهر قدامك اللقطه كانها ناعمه وسلسه. وعلشان تفهم قصدي شوف اللقطه دي، هتلاحظ الفرق في معدل تحديث الشاشه وازاي بيأثر على نعومه حركه الصوره او السموثنس. يعني عندي ليك سؤال كده يا بروف، هل كل ما كان الموبايل شاشته بمعدل تحديث اعلى كل ما كان الموبايل افضل؟ زمانك بتقول اكيد طبعا. برافو عليك يا بروف، اجابه غلط. ما تتعصبش بس انا هقول لك ليه، اصبر عليا. لو انت مثلا يا بروف ال5 جنيه اللي في جيبك بقت 5 مليون وربنا كرمك واشتريت عربيه مرسيدس
اخر موديل وجيت تفول التانك بتاعها، بدل ما تحط لها بنزين 95 حاطط لها بنزين 80. طبعا موتور العربيه خبط في الكربيراتير في الرادياتير والعربيه اتحرقت منك على باب البنزين. نفس النظام في الموبايل. لو انت دلوقتي جايب موبايل بشاشه 120 هرتز اللي هو العربيه المرسيدس، والموبايل نفسه بنزين 80، يعني امكانياته ضعيفه، معالج ضعيف وحجم رامات قليل، وفاتح لعبه تقيله مثلا على الموبايل مش قادر يدي الشاشه التردد العالي بتاعها، وبالتالي مش قادر يشغلها على 120 هرتز، والموبايل بامكانياته اقصاها يشغلها لك على 70 هرتز. يبقى انت هنا مش قادر تستمتع بالتردد العالي للشاشه اللي هو ال 120 هرتز، لانه امكانيات الموبايل ضعيفه ومش قادر تطلع لك التردد ده للشاشه. يعني من الاخر يا صديقي تخلي بالك من الفرق ما بين الشاشه بتدعم تردد لغايه كام هرتز، والموبايل نفسه بتاعك يقدر يشغلها على التردد ده ولا لا. طيب واعرف ازاي يا بروف؟ هقول لك يا سيدي البروفيسورين ويا ست البروفيسورات، هضرب لك عصفورين بحجر واحد. هتروح على اعدادات الموبايل وهتروح تفعل حاجه اسمها الديفلوبر اوبشنز، تفعيلها سهل وبسيط وبيتم في خطوتين. بعد كده هتروح تسرش على حاجه اسمها الديفلوبر اوبشنز او تروح لمكانها على طول لو انت عارف مكانها، وهتنزل تحت كده هتلاحظ ان في حاجه اسمها الاف بي اس ديسبلاي، وده هيعرض لك التردد الحالي على الشاشه، وتروح تفتح اي لعبه او برنامج وتشوف معدل التحديث على الشاشه. لو لقيت معدل التحديث اللي ظاهر لك فوق قل جدا عن اللي بتدعمه الشاشه، يبقى كده انت حرقت المرسيدس وشاشتك هنا دفعت فيها فلوس ولا ليها اي لازمه التردد العالي. ولو عايز تعرف اقصى معدل تحديث بتدعمه الشاشه بتاعتك، ادخل على جوجل واكتب نوع موبايلك وبعدين ريفريش ريت، وهيطلع لك اقصى معدل تحديث للشاشه بتدعمه الشاشه بتاعتك. وخلي بالك كل ما زاد معدل تحديث الشاشه كل ما كان استهلاك البطاريه اعلى. ودايما اختبر موبايلك زي ما قلت لك وشوف هل يستاهل انك تدفع فلوس في الشاشه ولا ما يستاهلش. واخيرا يا صديقي وصلنا لنهايه الحلقه، ووصولك للنقطه دي من الحلقه معناها ان الحلقه عجبتك والشرح كمان عجبك، فانا ابقى سعيد جدا لو كتبت لي رايك في الكومنتات، ولو عندك اي استفسار مش هتاخر عليك. انا بشرح مكونات الموبايل في سلسله خبير موبايلات بدون التحيز لاي شركه او اي موبايل، وكل اللي عليك انك تفهم كويس كل اللي انا شرحته في الحلقات علشان تبقى عارف كل حاجه معناها ايه وشغاله ازاي. اشكرك على وقتك سواء بتتفرج علينا من اليوتيوب او من الفيسبوك، واشوفك الحلقه الجايه من سلسله حلقات خبير موبايلات. تصبح على خير.